في الفيديو اللي فات بدأنا نتكلم عن إشارات ريد فلاجز وجرين فلاجز في العلاقات، وشفنا أمثلة أساسية على السلوكيات اللي بتقوي العلاقة وأي تصرفات لازم نحذر منها. الجزء ده مكمل ليه. هنا هنشوف أمثلة أكتر من الحياة اليومية هتخليك تقدر تعرف الفرق بين ريد فلاجز وجرين فلاجز بسهولة، سواء في الخروجات، الشغل، الدراسة أو المواقف الاجتماعية البسيطة. ركز معايا لأن التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق فعلا، وهنشوف مع بعض مواقف حقيقية بتحصل لأي حد، وإزاي كل تصرف صغير ممكن يكون إشارة خطر أو علامة صحية للعلاقة. وبرضه في المواقف اليومية اللي بتبين الفارق بين ريد وجرين فلاجز أكتر، زي لما تخرجوا مع بعض على كافيه أو مطعم، البنت تحب تتكلم عن يومها وتشاركوا تفاصيل صغيرة. لو رد عليها الشريك بملل أو قال مش وقتك للقصص دي دلوقتي، ده ريد فلاج، لأنه بيخليها تحس إن مشاعرها مش مهمة. لكن لو قال احكي لي كل حاجة، أنا مبسوط إني معاك دلوقتي، ده جرين فلاج، بيخلق جو من الانفتاح والتواصل. وفي الشغل لما يكون حد مضغوط أو عنده مواعيد تسليم ويحكي لشريكه عن الضغط ويلاقي رد زي مش قد الشغل اقعد في البيت، ده ريد فلاج، لأنه بيقدم الدعم اللي محتاجه. أما لو رد فهمك، خد وقتك ونظم نفسك وأنا موجود لو محتاج أي مساعدة، ده جرين فلاج حقيقي ويعطي أمان نفسي. كمان في المواقف الاجتماعية، زي لما تروحوا مناسبة أو حفلة والشريك يقلل من أهميتك قدام الناس أو يضحك على تصرفاتك، ده ريد فلاج بيكسر الثقة ويخلق إحساس بالنقص. لكن لو دعمك وقال أنت رائع زي ما أنت، ده جرين فلاج يقوي العلاقة ويخلي الطرف التاني يحس بالراحة. حتى في المواقف البسيطة اليومية زي استخدام التليفون أو التواصل مع صحابك، لو حد يفضل يشكك أو يراقب ليه كلمت فلان، ليه ما ردتش على طول، ده ريد فلاج لأنه بيزرع القلق. لكن لما يقول اعرف إنك حر في صحابك وأنا واثق فيك، ده جرين فلاج وبيخلق ثقة متبادلة. وبرضه الحاجات الصغيرة اللي بتعمل فرق كبير، زي الشكر والتقدير. لو حد يعمل حاجة بسيطة وتلاقي ردود باردة أو تجاهل ما كانش محتاج تعمل كده أصلا، ده ريد فلاج. لكن لو رد شكرا ليك انت فعلا مهمة بالنسبة لي، ده جرين فلاج وبيخلي العلاقة أقوى بكتير. الخلاصة، التفاصيل اليومية دي هي اللي بتحدد إذا العلاقة هتنجح ولا لأ. كل تصرف صغير ممكن يكون ريد فلاج لو بيحسسك بالنقص أو القلق، أو جرين فلاج لو بيخليك تحس بالأمان والدعم. النصيحة هنا قبل ما نختم، حاول تلاحظ المواقف اليومية مش بس اللحظات الكبيرة. التركيز على التفاصيل الصغيرة اللي بتتكرر هو اللي يخليك تعرف مين يستحق تمسكه في حياتك ومين لازم ترجع تفكر فيه كويس. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير ومنشن لحد محتاج يسمع الكلام ده. وافتكر دايما، لما تحيط نفسك بالجرين فلاجز هتحس بالحب والأمان الحقيقي، وهتقدر تبني علاقة صحية ومستقرة طول العمر.